الحاجة أم محمود كشفت خطورة مرض نيرة. يعني ربنا يا رب يسترها ويجيب العواقب سليمة يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله خير. إحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا إيه هو التعب أو المرض اللي عندها وسببه إيه، واتكلمنا في تفاصيل في غاية الأهمية. جالي كمية تعليقات قلنا لا ده إحنا لازم نتكلم مع حضراتكم على الأحداث. الناس بتقول أبوها فين؟ خلانها رايحين مسافرين ليه الامارات، محمد مسافر ليه، طب حسن مسافر ليه، ومراته على خلاص يعني على وش الحمل ان ممكن يحصل لا قدر الله أي مضاعفات. كل التفاصيل ديت هتعرفوها في الفيديو ده، ولكن قبل اي حاجه يا فوفا ايه؟ مش ننسى الصلاة على النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم. مم. مش ننسى ناكل اشتراك وتعطى زر الجرس. كمليها كمل، جمله معروفه. طيب عطر لسانك طبعا بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقى ايه، نخش في تفاصيل الفيديو على طول، بما ان فوفا كده حابه تقول لحضراتكم كلمتين كده. يلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وشجعونا، وبصوا وانتظروا مفاجآت كبيرة قوي. اللي جاي ايه يا فوفا؟ جاي كله دمار. دمار الدمار ان شاء الله. يعني خليكم كده مشتركين في قناه احمد أحمد الكرتانو، لان احنا بنعمل حاجات كده ان شاء الله تعجبكم. واللي جاي ده ان شاء الله هيكون في حاجه كده يا رب يا رب اللي احنا بنخطط له يطلع زي ما احنا عايزين، لان انتوا بتشاركونا في حياتنا. احنا الناس تقول لك ايه، انت عندك قناه عائليه؟ ادخلوا على قناة احمد الكبجان وتوقعوا هناك بقى. طيب احنا القناة موجودة، خشوا وشوفوا الدنيا فيها ايه. قناة واقف عليها الربح بس ان شاء الله هاني تهو الربح يرجع تاني ان شاء الله، كلها شهر وباذن الله يرجع الربح تاني ونبدا ننطلق ونبدا يعني نقول بقى. لان يا جماعة انا قاعد دلوقتي والله من الشغل، فاهو بنقول يعني سبب في مصدر دخل. لان اي حد عامل قناة على اليوتيوب مش عاملها هواية ولا ان هو عنده فراغ، لا ده مصدر. بنتعب بنقول كلام من افكار حاجات كلام زي كده. فاحنا بنحاول يعني نطلع مع حضراتكم بشكل بشكل ما نوضح لحضراتكم ايه اللي بيحصل. طيب نيرة، احنا اتكلمنا في فكره الايه، ان التعب احنا قلنا ده فيروس. الناس تقول لك ده نزله برد، لان احنا في تقلب مناخي فوق ما بين الصيف وما بين الشتاء، او ما بين الشتاء والصيف. فلا بد هيحصل يعني ايه تركايه كده. الناس يعني تقلت مره واحده تخفف، فيحصل ايه مضاعفات. قلنا الفيروس ده يا جماعه اللي لو ما حدش اعتنى به بيكون يعني بشبه مزعج. مش عايزين نقول ان هو في خطوره، لا ده مزعج جدا. واحنا قلنا قبل كده في الفيديو ان البنات هم صغيرين جالهم حاجه زي كده، وكنا تايهين، وكنا يعني الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان هم ربنا شفاهم وعافاهم بسبب الاهتمام، الاكل، العلاج، كل حاجه. قدرنا ان احنا يعني نوصل لنتيجه حلوه جدا. تمام. فان شاء الله يا ربي الخير لنا. بس انا عندي توعيه لاولادنا او لبناتنا. بلاش فوفا الاندومي، كلنا اندومي بلاش كل يوم، يعني هف علينا بلاش كل يوم. حاجات كتير جدا، الشيبسيات الحاجات اللي هي كل الحاجات الكريبات، اللي فيها مواد صناعية. الحاجات دي انت ممكن تعمل بديل في البيت. واحنا عاملين حاجات كانت برضه بديله للكلام ده كله، عملناها في لسه في قناتنا احمد الكابتن. بنحاول ننوع في التفاصيل دي. فانا بقول لحضراتكم الفيروس ده لابد ان هو يتصاحب ازاي؟ اهتمام بالنظافه، يعني اهتمام بالاكل، نوعيه الاكل. انا مش دكتور، ولكن عن تجربه انا كنت بشوف البنات بعيط. عسيل وصلت لمرحله يعني انا كنت اشوفها عيط. فده السبب غياب ان يا رب يكون هي يعني الامور ان شاء الله بدات تتعافى وتتحسن وتطلع لحضراتكم قريب. والناس تقول لك طب ما العيله بتنزل والدنيا زي الفل. اكيد لازم الدنيا تمشي يا جماعه، الدنيا لازم تمشي. اصل ده اكل عيشهم، وده الدنيا يعني كل واحد بيدور على حاجات حياته. فانا بس حبيت ان انا يعني اقول لبناتنا ولاولادنا بلاش الحاجات دي بتوصل لفين، والحاجات دي ممكن تاثر عليكم ازاي.
وانتوا المستقبل، فلابد ان انتوا تراعوا الاكل اللي انتوا بتاكلوه. كان زمان يا فوفا، كان جدي وستي والناس الكبيره والناس القديمه ربنا اللي موجود منهم ربنا يا رب يبارك فيهم ويدوم يا رب طول العمر، كانوا دايما ياكلوا ايه؟ اكل صحي، اكل دايما بالسمنه البلدي، اكل الحاجات اللي هي اللي فيها الفوائد. تلاقي الصحه بسم الله ما شاء الله، يكبروا في السن ولا باين عليهم الكلام ده كله. تعالى حد عنده 30 40 سنه كانه يعني بقاله كانه انسان عجوز عنده 100 سنه. فده اللي احنا بنتكلم عليه، الصحه اهم من اي شيء. فحبينا بس من خلال الفيديو ده كمان نوضح لحضراتكم السفر. ليه مسافرين؟ ليه مسافرين؟ قلنا مليار مرة وكلامنا خدوه ثقة. الناس دي عندها شغل بيزنس هناك في الإمارات، لازم كل فترة يروحوا يجددوا يشوفوا الدنيا فيها ايه، كان لهم فلوس بياخدوها، حاجات زي كده. يعني شغالين في العقارات بما ان هم كانوا اخدوا الإقامة الذهبية وشفنا الحاجات ديت. حمدي هو من أول من عمل القصة دي ودخل العيلة في التفاصيل دي، هو أول من حط رجله في القصة. فأنا بس يعني حبيت من خلال الفيديو ده نوضح لحضراتكم التفاصيل دي، وإن شاء الله نسبة شفاء نيارة كبير جدا. شفنا متعلقة لها المحاليل محطوطة كان في رعاية، وإن شاء الله الأمور تتحسن معاها أكتر وأكتر بإذن الله. ده اللي احنا حبينا بس يعني نقول الفيروس مش سهل ومش صعب، لابد انت تكون متابع مع دكتور كويس، لان الفيروس ده لا قدر الله بيدخل يعني مش سهل، مش حد يستهون بيه. انا عندي فيروس ايه؟ لا عادي، لا مش عادي، لا في رعايه وفي علاج وفي غذاء معين، حاجات برنامج كله لازم يكون متكامل. فان شاء الله ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويكمل شفاها يا رب على خير. عشان ما نطولش على حضراتكم، حبينا بس نقول لحضراتكم يعني الاحداث اللي دايره، وان الناس يقول لك ابوها مليون في المية يا جماعه، ابوها بيسعى طول الوقت ان هو تكون معاه ويكون معاه، اكيد مليون في المية هو معاها. ما تاخدوش دايما بالظاهر، انتوا مش شايفين حاجه، اللي ورا الكاميرا اكيد مختلف تماما. فربنا يا رب يشفيها ويبارك فيها ويبارك في اولادنا، وان شاء الله اللي جاي خير، اللي جاي ان شاء الله خير. بما ان احنا عندنا قناه هنا برضو بتنوع في قصص كده، وان شاء الله يا رب اي حد عنده حاجه يقدر يقولها من خلال القناه نتكلم عليها على هنا وعلى راسي. يلا اشوفكم على خير ومع الف سلامه. كل واحد يخلي باله من نفسه يا جماعه. يلا سلام.